السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هنضف فيه الانتريه بتاعي. يلا شوفوني بعمل ازاي. اول حاجه هعملها معاكم ان انا هنضف السجاده بتاعتي على الناشف، وهشيل الفرش كله بتاع الانتريه وهغسله، وهشيل الستاره برده واغسلها. يلا نشوف الخلطه اللي انا هنضف بيها. الخلطه دي انا هنضف بيها السجاده والانتريه والستاره والحيطان، هعمل بيها كل حاجه. الخلطه دي بقى عباره عن ايه؟ معايا 2 معلقه كربوناتو، ونص كوبايه خل، ومعلقتين كلوركس الوان، اربع معالق برسيل جل، و4 دوني، عشان طبعا يدي ريحه للحاجه اللي هتتنضف. يلا نشوف اول حاجه هنعملها ايه. اول حاجه هعملها هنضف السجاده على الناشف. خلاص كده انا نضفت السجاده بتاعتي على الناشف. هبدا دلوقتي ان انا انشرها في البلكونه على ما اشيل بقى الستاره واحطها في الغساله واغسل البرقع معاكم. كده خلاص انا نشرتها. يلا ندخل على الستاره. دي الستاره بتاعتي، انا هشيل بقى الستاره دي تتغسل، ويلا ننضف مع بعض البرقع. فكيت خلاص كل الستاير كده، وادي البرقع بقى قرع خالص اهو. يلا ندخل دول بقى الغساله. دي طبعا لوحدها، الغوامق دي لوحدها والفتحه لوحدها. نشوف بقى البرقع ده هيتنضف ازاي. هنضف بايه بقى؟ هنضف بالفرشه دي. هبدا دلوقتي ان انا اعمل من فوقها. الفرشه دي بتنضف كل حاجه. دلوقتي انا هعمل برضو ما بين التنايات ومن تحت ومن فوق ومن وراها كمان. كل حته هعملها بيها، مش هسيبها. اي حاجه فيها تراب انا هطلعها بيها، وما بين التنايات دي كمان. وهعمل كمان فوق البلكونه مؤقتا على ما تتغسل، والحيطه برضو من ورا الستاره. هعمل الجنب التاني برضو بتاع الستاره، الجنب الشمال وما بين التنايات برضو. والماسوره كمان بتاعتها. كده خلاص انا شلت كل التراب اللي عليها. هبدأ بقى اللي انا اغسلها. انا هغسلها بالليفه اللي هي الورده دي. دي ناعمه برضو على الستاير، وعشان برضو ما نجرحهاش. ما ينفعش يعني اللي انا اعمل بالفرشه مثلا بتاعه البلاط، او الليفه حتى اللي بنستخدمها في اي حاجه. لا، هي دي سهله وحلوه وناعمه، هتطلع اي حاجه. كده خلاص انا غسلتها. هبدأ بقى دلوقتي اللي انا انشفها. دي الفوطه اللي انا هنشف بيها. هنشفها لان مش عايزه فيها ميه، انا عايزه اشيل كل الميه الزياده. وهفتح البلكونه برضو واشغل المروحه تتهوى، بس لازم برضو اشيل اي نقطه ميه زياده. خلاص كده شلت الميه خلاص اللي عليها. هدخل بقى دلوقتي على الانتريه. دي كده الكنبه اللي هي الوسط بتاعتي. اول حاجه هعملها ان انا همسك الفرشه دي واشيل بيها اي تراب موجود على الانتريه. حاجه كده على السريع على ما يتغسل بسرعه كده بسرعه. انا هعمل كده كلها من قدام. تمام. هشيل بقى التكايات دي، وهشيل دول هيتغسلوا. هما فيهم مسوست وكده، فانا هشيلهم دلوقتي واحطهم في الغساله. هرجع تاني ان انا احط همسك الفرشه وامسح بقى مكانهم وكده. خلاص كده انا مسحت مكانهم. هبدا بقى ان انا اتاخرها واعمل بقى من وراها. هشيل برضو اي ترابه موجوده بالفرشه. ومن تحت برضو اي حاجه فيها عنكبوت مثلا او اي حاجه، لان الكنب برضو صعب اللي هو يترفع لفوق. فانا هوطي من تحت واعمله. دلوقتي بقى انا هغسل الانتريه بتاعي بالخلطه برضو اللي احنا عملناها دي. بالليفه برضو انا غسلتها بعد ما عملت الستاره، عشان ما ينفعش اعمل من ده. غسلتها كويس ورجعت بقى عملت بيها تاني. هي بتنضف وسهله قوي وناعمه، ومش بتسيب اي رواسب. دلوقتي خلاص غسلته. هبدا بقى ان انا انشف.
واحده واحده كده. وعملت برضو من ورا على بسيط، هي ما فيهاش حاجه يعني، فانا هعمل كده بسيط كده. همشي الليفه عليها كلها، لو فيها اي حاجه تطلع معايا، وهنشفها برضو. المكان اللي انا بعمله بنشفه على طول عشان الميه ما تعملش فيه قوي، يعني تنشف بسرعه. دلوقتي بقى حطيت من الخلطه دي في البخاخه، هبدا اللي انا ابخ بقى على الحاجات اللي هي المذهب دي، واعملها بفوطه نظيفه. وما بينهم برضو انا كده بدخل الفوطه فيها عشان لو فيها اي تراب. دلوقتي برضو هيطلع التراب، بصوا اتملى التراب اهي، هبخ برضو عليها وارجع برضو اعملها تاني. دي مش بتجير مثلا على على الحاجات اللي هي المذهب دي، لا بتلمعه وبتخليه في لمعه كده. تمام، هبدأ بقى اعمل الكنبه من تحت وهنشفها. والحاجات برضو اللي هي المذهب دي بسرعه كده اقوم عاملاها. ومن تحت برضو في اي حاجه برضو هتطلع معايا. رجعت لورا بقى، هبخ كده بالبخاخه دي بسرعه، واقوم عامله برضو كده اي حاجه برضو من ورا تقوم طالعه. والايد بتاعه الكنبه ومن الجناب برضو ومن تحت اي حاجه ظاهره قدامي هقوم برضو عامله بيها. وبخيت برضو بخيتين كده على السلة تبقى تدي لمعه معايا. خلاص كده خلصت الكنبه دي. هدخل بقى على الكنبه الكبيره شويه، هبدأ بقى اللي انا اغسلها دلوقتي حته حته. لو في اي بقعه هتطلع معايا، لو في اي لحوسه مثلا من طفل او حاجه. هغسلها، مش بغسلها بميه كتير، يا دوب بس انا ببل الليفه كده بسيط وبعملها على طول. على فكره فرشه البلاط بتجير وبتعمل يعني، الليفه دي اسهل حاجه يعني. خلاص كده همسح بقى الميه الزياده اللي عليها، وهلمع المذهب برضو اللي فيها. التكيات كده كده هفكها بقى تتغسل مع الستاير مثلا، برضو هغسلها واقوم نشرهم. اول ما ينشفوا هقوم بقى مرجعهم مكانهم تاني. خلاص الكنبه دي بقى قربت تخلص اهي. خلاص خلصت، هدخل بقى في الكرسي. هم انا عندي كرسيين من ورا فيهم شكل كده برضو ممكن يتحطوا برضو اللي هما يظهروا. فانا هعمل كده الحاجات اللي هي اللي باينه دي اللي بالنص دي. وبنتي طلعت معانا في الفيديو اهي القرعه. والايد برضو بتاعته، ومن الجناب ومن تحت حته حته لازم يتمسح حته حته. الخلطه دي برضو بتلمع المذهب زي ما قلت لكم، من تحت ومن فوق ومن كل الجوانب لازم تتعمل. وقلبت برضو الكرسي وعملت برضو زيادة تأكيد يعني. خلاص كده دي المنطقة دي خلصت. هبدأ بقى اللي انا ألفه بعد ما اتأكد ان مفيش اي ترابة فيه او اي حاجة فيه. خلاص لفيته اهو، غسلته. هبدأ ان انا انشفه بسرعة بسرعة كده عشان المية برضو ما تعملش فيه ولا يسيب اي رواسب او حاجة. هبدأ ان انا انشفه كده. هدخل بقى على البرواز بتاعي، هعمل برضو بالبخاخة دي بخيتين كده، واقوم عاملاه من فوق ومن تحت ومن وراه كمان، واخلصه واقوم داخله بقى على الحيطان. معلش انا ما صورتهاش، معلش يعني. هدخل بقى دلوقتي على الباب بتاع البلكونه ده. هبخ برضو بخيتين كده بسرعه، واقوم ايه مسحاه اي ترابه مثلا او كده. هو بيلمعه بصراحه، مبيبقاش في اي حاجه. واللي الازاز جميل، انا بمسح بيه السفره برضو بيبقى جميل. هدخل بقى على المكتبه اللي عليها السماعات والحاجات بتاعه التلفزيون. هبدأ ان انا امسحها. انا شلت المفرش من عليها عشان تتغسل، هي والمفرش بتاع الترابيزه بتاعه الانتريه. السماعات دي برضو همسحها كده واحده واحده، وامسح مكانها واتاخرهم شويه كده على ما اخلصهم.
وده DVD برضو لازم يتمسح، والسماعات، الجهاز اللي بيتحكم في السماعات همسحه برضو واشيله واعمله برضو. مش عارفه طبعا اعمل بايد واحده يعني وبصور بايد التانية، معلش بقى على التصوير، معلش والله يعني. الشاشه انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده خاص، انا بنضفها بالمعجون فهي كانت نظيفه، بس همشي برضو عليها كده بالفوطه ناشفه، حاجه كده بسرعه. انا عندي هنا باب بيطل على الصالون، هعمل من فوقه واعمل الباب ذات نفسه بالبخاخه، بخه كده واقوم عامله على طول. الستاره دي هشيلها، بس هتاخرها دلوقتي على ما اشيلها. السجاف بقى اللي هو فوق ده همشي برضو عليه كده بالفوطه، واعمل ده برضو كده بتاع الارج. معلش بقى السلوك دي بتاعه الدش وبتاعه النت. يا رب يركب النت يعني. خلصت بقى الجزء ده خلاص، هبدأ بقى اللي انا يعني امسح. انا بالامانه بكب بقى بكب ميه في الارض واكر بالمساحه وانشف بالشرشوبه. دلوقتي انا كبيت ميه، هبدأ بقى اللي انا اجر بالمساحه، بكب بالجردل اصلا وبعد كده بجر بالمساحه. انا عندي للحمام على طول بدخل على الحمام على طول، او عادي كده كده بنشف يعني بالشرشوبه. الستاير نشفت وانا علقتها، مسحت التكييف والبرواز والكنب كله اتغسل، والمفارش كلها اتغسلت، والسجاده كمان نشفت وعملتها خلاص، والمروحه والستاره دي كمان. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي.